صباح الخير ومساء عليكم. شركة سامسونج شركة عظيمة جدا في الموبايلات الفلاج شيب وبتعمل موبايلات حلوة جدا، لكن تحديدا في مصر الموبايلات ديت بتبقى غالية نسبيا، وفي الفئة المتوسطة سامسونج ما كانتش قد كده، فكان في شركات تانية شبه هواوي، شاومي، اوبو هم المتصدرين في الفئة المتوسطة. لكن سامسونج بتحاول ترجع لأيام شبابها وأيام زمان بموبايل سامسونج جالاكسي A50، موبايل فيه بصمة تحت الشاشة، فيه 4 كاميرات ممتازين، شاشة ممتازة، وأداء قوي، وبطارية عملاقة، وشحن سريع. قبل ما نبدأ أي حاجة، الفيديو دوت برعاية محل 3 براذرز، والمحل دوت هو اللي اتاح لي الفرصة اللي أنا أعرف أعمل ريفيو لل A50. فالفيديو دوت برعاية المحل دوت، لكن مش معنى كده اللي هو إعلان لل A50، وكل اللي هقوله في الفيديو دوت هو عبارة عن رأيي في الموبايل دوت بعيوبه ومميزاته. لينك المحل هتلاقوه في الديسكريبشن، وفي كمان لينك الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك، روحوا وريهم شويه حب وهتلاقوا الفيديو بتاعي كمان هناك. ما تنسوش تقولوا لهم ان انتوا جايين من قناه جورج عماد، يعني ده اول فيديو يبقى برعايه حاجه فما تكسفونيش. اول حاجه خلينا نبدا بيها وهي الشاشه العملاقه الجميله اللي موجوده، اللي اول حاجه عينك بتجيبها بتبقى الشاشه الجميله ديت. عندنا هنا شاشه 6.4 انش سوبر اموليد، وبصراحه شاشات سامسونج من زمان هي من احسن او ما كانتش احسن شاشات بتتحط في الموبايلات. السوبر اموليد بتخلي اللون الاسود اسود، والالوان ما بتبقاش فاقعه ولا بتبقى باهته، الالوان بتبقى جميله جدا. بالاضافه ان احنا هنا عندنا حاجه اسمها الانفينيتي يو، او هي نوتش صغيره موجوده من فوق، مع اني سامسونج زمان كانت قالت اللي هي مش حابه اللي هي تروح لاتجاه النوتش، لكن في الاخر عندنا نوتش. لكن بصراحه انا ما عنديش اي مشاكل في النوتش اللي من فوق، والحافه اللي من تحت هي كبيره شويه، لكن انا برضو ما عنديش معاها اي مشاكل. زي ما انتم شايفين شكل الشاشه بالنسبه لي ممتاز جدا وما فيهوش اي مشاكل. ولو انت من الناس تهتم بالشاشات فبدون مبالغه الموبايل دوت هيديك احسن اداء شاشه في فئه سعر. وبصراحه انا لما بمسك اي موبايل بقول ان شاشته معقوله جدا وجميله، لكن لما ارجع امسك شاشات السوبر اموليد بتاعت سامسونج بقول لا، دي شاشات احسن بكتير. وبما اننا جبنا سيره الشاشه، فسامسونج بتعمل حركه تخليك تتشد الموبايل دوت، وان دوت موبايل بيجي ببصمه في الشاشه زي ما انتم شايفين، بس تحط صبعك كده والموبايل يفتح. فكره حلوه، التكنولوجيا مستخدمه جميله، لكن الفكره عمليه لا. للاسف البصمه هنا في الموبايل مش احسن حاجه، ومش دايما بتقرا صبعك من اول مره. تقريبا زي ما انتم شايفين كده البصمه ممكن تقرا صبعي في ثانيتين ونص، ساعات بتطول ل3 ثواني. فيعني ممكن اساعدك يكون انك ترسم الشكل بتاعك والموبايل يفتح، مقارنه بالموبايلات اللي شبهه او كمان اللي ارخص منه. فانت ممكن تتفشخر على الناس كلها بانك عندك بصمه تحت الشاشه، لكن يجي حد معاه موبايل ارخص من بتاعك واوحش من بتاعك بكتير يفتح موبايله في وقت اسرع من وقتك. ممكن تفتكر الموضوع عادي، لكن الموضوع ممكن يضايق في بعض الاحيان. فلازم تكون عارف لو انت فارق معاك البصمه بتاعت الشاشه، فالبصمه هنا مش احسن حاجه. بالنسبه للظهر بتاع الجهاز، فاللون اللي معايا هو اللون الاسود. لو انتم اخدين بالكم ممكن ما تشوفوش خالص اي لون اسود بسبب الانعكاسات اللي بتخليك تشوف الوان كتير كده، بتخلي شكل الموبايل فعلا حلو، وبيبان من بعيد كمان اللي هو موبايل غالي، لكن اول ما تمسكه وتبدا تحسه هتعرف ان هو معمول من البلاستيك. ديت حاجه حلوه ووحشه في نفس الوقت. حاجه حلوه لان الظهر معمول من البولي كاربونيت، فديت هتخليه لو وقع ما يتكسرش، او نسبه اللي هو يتكسر اقل من الازاز. لكن حاجه وحشه اللي هو هيتخربش بسرعه، والملمس بتاعه مش هتحسسك ان دوت موبايل غالي، فهتضطر تجيب له جراب، وسامسونج بتحط لك جراب في العلبه. لكن بالنسبه لي تصميم الجهاز مش عامل لي اي مشاكل، شكل الجهاز بالنسبه لي كويس. اما نيجي بقى للكاميرات، وديت حاجه من الحاجات الجميله جدا في الموبايل دوت. عندنا 3 كاميرات. عندنا اول كاميرا 25 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.7، وديت الكاميرا العاديه الاساسيه اللي بتبقى موجوده في كل موبايل. العدسه الثانيه اللي عندنا عدسه وايد، وديت بتجيب لك افكار لصور جميله جدا، وبتجيب لك زوايا حلوه جدا.
الكاميرا ديت بتيجي 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 2.2، والكاميرا الثالثه المسؤوله عن العزل او البوكا افكت بتيجي 5 ميجا بكسل برضه بفتحه عدسه 2.2. كل دوت بيجي بكاميرا اماميه 25 ميجا بكسل. متحمس جدا ان انا اجرب الكاميرا ديت، وعشان كده مش هنجربها هنا، هنطلع بره نجربها وبعد كده نرجع تاني. يلا بينا. هوب نسيت الجاكيت نسيت الجاكيت، فاكر الجاكيت؟ اوكي باي باي. ايه دلوقتي؟ لو في حاجه واحده بس هقولها على كاميرات الموبايل ديت فهي فعلا ابهرتني وفعلا عجبتني. في الاول عادي، اول ما فتحت الكاميرا حاولت اجرب اصور مبنى كبير والصوره طلعت جميله جدا، واول ما قلبت على العدسه الوايد بدات اكتشف السحر بتاع الكاميرا وقد ايه العدسه الوايد ديت ديك افكار حلوه جدا. فكل صوره بتكون مصورها بالعدسه العاديه بتشوفها جميله، وبعد كده لما تقلب للعدسه الوايد بتكتشف ان الصوره بقت اجمل بكتير في الاضاءه الكويسه. لكن في الاضاءه المنخفضه او بالليل ما انصحكش انك تستخدم العدسه الوايد، لان هيبقى فيه شويه نويز في الصوره. ممكن تكون الصوره الوانها فاقعه شويه، لكن كل مره بطلع الموبايل دوت واصور الصوره بتاعت الموبايل دوت بتعجبني. بالنسبه للعزل في الكاميرا الخلفيه فالعزل تقريبا يعتبر ممتاز، لكن لما نيجي للكاميرا الاماميه العزل بتاعها مش قد كده. يعني ساعات ممكن تلاقي حته من كتفك مقطوعه، حته من ودانك. الكواليتي بتاعت الكاميرا الاماميه مقبوله جدا، لكن مقارنه مع موبايلات تاني ممكن تلاقي موبايلات تاني في نفس السعر وبتقدم لك كاميرا اماميه احسن. بالنسبه للفيديو بتاع الموبايل فهو بيتصور لغايه فول اتش دي، مش بيصور 4K، لكن احنا في الفئه المتوسطه مش دايما بنلاقي 4K. بالنسبه بقى للمواصفات، الموبايل دوت بيجي بمواصفات ممتازه جدا. الموبايل بيجي بمعالج اكسنوس 9610، وده تقريبا بيعادل سناب دراجون 606. وكمان الموبايل بيجي ب 4 جيجا بايت رام ومساحه تخزين 128 جيجا بايت، فده يعتبر ممتاز جدا، بيديك اداء حلو جدا. جربت العب عليه ببجي، كنت بلعبها على جرافيكس ميديوم. وكان في مشكله زمان في موبايلات سامسونج في الفئه المتوسطه ان السوفت وير او الواجهه بتاعت الجهاز كانت بتبقى تقيله على الموبايل، لكن هنا احنا عندنا ال1 يو اي مع اندرويد باي الجديد بيديك اداء سموث جدا، مش بيبقى فيه اي مشاكل في التنقل ما بين الواجهه. لكن انا برضو لسه معترض على ان سامسونج بتحط لك تطبيقات كتير جدا ممكن ما يبقاش ليها اي لازمه بالنسبه لك. بالنسبه للبطاريه في الموبايل دوت، في الموبايل بيجي ببطاريه 4000 ملي امبير، وكمان بيجي بشحن سريع 15 واط. لكن اللي يميز الموبايل دوت عن بقيه الموبايلات اللي في الفئه السعريه ان دوت من الموبايلات القليله اللي بتيجي بيو اس بي تايب سي. يعني يا ريت فعلا كل الشركات تعمل كده وتبدا بقى تشيل المايكرو يو اس بي خالص، ونبدا نحط يو اس بي تايب سي وشحن سريع في كل الموبايلات. لان الموضوع دوت بينقذ جدا لو انت مثلا قدامك وقت قليل وعايز تنزل موبايلك مش مشحون، فالموبايل دوت بيشحن من 0 لغايه 50% في نص ساعه بس، وبيشحن تقريبا من 0 ل 100% في ساعتين الا تلت الا ربع في الرينج دوت. الموبايل قعد معايا 8 ساعات اون سكرين، وغالبا لو انت استخدامك تقيل هيكمل معاك بقيه اليوم، واكيد لو انت استخدامك خفيف فالموبايل ممكن يقعد معاك اكتر من يوم. من الاخر سامسونج بتحاول ترجع تاني للفئه المتوسطه بالموبايل دوت اللي اسمه سامسونج A50 بكاميرا ممتازه جدا، شاشه رهيبه، واداء كويس. السعر الرسمي للموبايل دوت في مصر 5300 جنيه، لكن لو انتم رحتوا اشتريتوه من محل 3 براذرز اللي هو الراعي بتاع الفيديو دوت هيديهولكم بسعر اقل من كده، وكمان هتاخدوا عليه هديه لو قلت له انكم جايين من قناه جورج عماد. فلو حد حابب يشتري الموبايل دوت ما تنسوش تروحوا ل 3 براذرز، محل ممتاز جدا، وانا بصراحه ارشح لكم المحل دوت عشان تجيبوا منه الموبايل. وبس كده، ده كان كل حاجه عن السامسونج جالاكسي A50. متنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه، عشان الفتره الجايه هيبقى فيه مراجعات كتير جدا لموبايلات في نفس الفئه وكمان في فئات مختلفه.
فما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه، ولو عندك اي تعليق اكتبه في الكومنتات تحت وانا هحاول ارد على قد ما اقدر. بصراحه انا الفيديو ده صورته يجي 3 مرات لاني كل مره بصوره بيبقى فيه مشكله في الاضاءه او في الصوت في حاجه، فيا رب يكون عجبكم واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.